يعني طريقة التعامل مع الفرق اللي بتتأهل أو بتلعب مباريات فاصلة عشان توصل لدرجة الترقي، يعني منتهى الظلم إنك تعمل مباراة بين فريقين يعني حتى ما فيهاش وقت إضافي، وبتلعب ضربات جزاء عايز تخلص بأي طريقة، وبتلعبها اللي هي المباريات الحاسمة دي على ملاعب محايدة، يعني بتعذب فيها الفرق اللي بتلعب عايز تخلص عليها. وبعد ما الناس تأهلت وخرجت فرق كبيرة زي المنصورة اللي فرق خرجت أونطة وتستحق إنها تكون موجودة يعني، لكن قال لك هو خلصنا من فريق جماهيري وانتهينا، دخلنا في الترقي. الدولة ما قالتش العبوا من غير جمهور. اتحاد الكورة عايز يلعب من غير جمهور. طب انت عايز تلعب من غير جمهور يا استاذ جمالايه؟ عشان الفرق اللي هي غير جماهيريه تاخد فرصه على حساب فرق جماهيريه؟ فرق زي السويس اللي بتعاني وبتقاتل وبتلم من نفسها ومن الشارع وبطوله فعلا بلد باسله فعلا، تيجي النهارده تقول لها ما تشتغل، عايزين نلعب بالجمهور، لا ما تشتغل بالجمهور. على اي اساس؟ الداخليه قالت لا، ما قالتش. الناس المسؤولين المعنيين بالامن لا والله ما حصلش. طب انت بتعمل كده ليه يا جبلايه؟ ملهاش حل تاني.